السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم رجعت لكم بهذه الوصفه اللي هي عباره عن فولوفون محشيين بكريمه الجبن والدجاج. وصفه رائعه تستحق التجربه، يجيو بزاف بنان وخفاف. نتمنى تجربوهم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اعجاب، تخليو لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء، واللي مازالوا مشتركوش بالقناه نتمنى يشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا. هنا كما تشوفوا راح نبداو. اول حاجه حنحضروا الحشو اللي حشيت به الفولوفون. هنا درت كميه من صدر الدجاج او سكالوب، قطعتها راح نتبلوا هذا الدقيق. هنا يعني استعملت كميه قليله. انا هنا استعملت راس الحانوت، فلفل احمر، تحبوا تستعملوا الحار ولا الحلو كما تحبوا. ايضا عندي ثوم بودره، وكيف عندي زنجبيل، ودرت كيف عصره تاع قارص وشويه تاع ملح وجوز مغارف كبار تاع زيت. ونحطوا هذاك سكالوب تاعي يعني فوق نار يعني قليله حتى يطيب، ونخليه حتى يحمر ونطفيو عليه. هنا عندي العجينه المورقه تاعي، هنا ديجا حضرتها من قبل، وشاركت معكم كيف الفيديو تاع العجينه المورقه، يعني طريقه عمل العجينه المورقه راح تلقاو الفيديو في القناه تاعي. هنا نجي نبدا نحل في العجينه تاعي، راح يعني نرش شويه تاع فرينه هكا باه ما تلصقناش، وراح نحلها يعني ما نرقوهاش خلاه وما نخليوهاش خشينه يعني بزاف. هنا كيما تشوفوا هنا بعد ما حليت العجينه تاعي حليتها يعني بهذا السمك، يعني ما تكونش رقيقه خلاه وما نخليوهاش يعني كيف خشينه. وحاولوا تكون ديما العجينه تاعكم كي تحلوها ما تخليوش يعني هذيك العجينه تاعكم جهه يعني خشينه على جهه، على خاطر من بعد الفولفون تاعنا كي نطيبوهم ديما تصالنا تجي جهه طالعه والاخرى مايله هابطه لتحت. على خاطر العجينه كي حليناها خليناها يعني بلايص خشانه على بلايص. اتمنى تكونوا فهمتوني. هنا كما تشوفوا جبت هذا الطابع، درت به يعني الفولفون تاعنا. هذا الطابع يخرج هذه شويه صغيره، يعني تقدروا تستعملوا طابع كبير شويه اذا حابين يعني الفولفون تاعكم يكون شويه كبار. نكمل نطبع كما تشوفوا راني نطبع في الجهه اللي تجي من الفوق. هنا كيما تشوفوا السنيوه تاعي دهنتها بالزيت، ودرت هذوك العجينه اللي تجي من تحت ودرت عليها يعني في الشطوط تاعها درتها بشويه تاع ماء، وحطيت هذيك العجينه اللي تجي من الفوق اللي تجي مخروبه كيما تشوفوا. هنا نجيب صفار تاع حبه بيض وندهن هذوك الشطوط تاعنا تاع الفولوفون بالطريقه هذه. وايضا راح نجيب موس ولا فرشيطه ونثقب يعني لهذيك المكان اللي في النصف، وراح يعني بعد ما نكملوهم راح ندخلوهم للثلاجه يخليوهم يبردوا شويه حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه.
والفرن تاعكم تكونوا ديجا شعلتوه من قبل، يعني قبل ما تبداو الخدمه يعني تكونوا شعلتوه على اعلى درجه، لازم يكون سخون. ومن بعد ما ندخلوا الفولوفون تاعنا يعني خليوه حوالي هكاك ربع ساعه، ونقصوا الفرن تاعنا ونخليو الفولوفون تاعنا يطيبوا في راحتهم، ومن بعد نزيد نشعلوا عليهم يتحمروا من الفوق. وهنا سكالوب تاعي بعد ما تحمرت نحيتها، وهنا في المقله هذه في نص المقله راح نضيف كميه من الكريمه السائله. هنا تقدروا تعوضوا الكريمه السائله بالحليب، يعني ديروا فنجان تاع حليب مع مغرفه صغيره تاع مايزينا، وديروا لهم شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل، وضيفوا يعني الفرماج اللي متوفر عندكم. هنا كما تشوفوا استعملت زوج قطع تاع الفرماج هذا المثلث، وايضا استعملت هذا تاع الشرائح، يعني استعملت واحده تاع فرماج تاع الشرائح الخاص بالساندويتشات. حنحطهم على نار متوسطه ونخليهم يعني حتى يذوب هذاك الفرماج، ومن بعد يعني بعد ما يذوب لنا هذاك الفرماج راح نضيف هذاك الدجاج تاعي اللي نحيته، راح نضيفه مع هاد الكريمه ونخليهم يعني جست ما يغليو ونطفيو عليهم. وهنا هنا كما تشوفوا بعد ما حطيتهم على نار متوسطه كما قلت لكم يعني جست ما يذوب هذاك الفرماج، راح نعاود نفرغ هذاك الدجاج تاعنا اللي نحيناه، ونعاود نفرغهم في هذاك الكريمه ونحطهم على نار متوسطه يعني جست ما يغليو كما قلت لكم ونطفيو عليهم. هنا كما تشوفوا راح نزيد نجيب هذيك العجينه تاعي اللي بقات لي، حطيتها على بعضها فقط بالطريقه هذه، مش راح نعجنوها، وراح نعاود نحلها. هنا حاولوا العجينه تاعكم ما ترقوهاش بزاف كما قلت لكم، وما تخليوهاش كيف خشينه. جبت هنا كما تشوفوا طابع كبير يعني على الاول، يعني راح نتبع نفس الخطوات اللي درت معكم في الطريقه الاولى. وهنا كما تشوفوا لو فولفون تاعنا اللي بعد ما طابوا، فوالا راح نحشيهم بهذاك الحشو اللي حضرناه. وهنا راح ندير هاد الريشات تاع المعدنوس، يعني تزيين خفيف وبسيط. فوالا كما تشوفوا جاو بزاف هايلين وخفاف وطالعين. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم، اللي هي عباره عن فولفون محشيين بكريمه الجبن والدجاج. نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم، ونتمنى كيف تجربوها. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء، واللي مازالوا ما اشتركوش بالقناه نتمنى يشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا.